السلام عليكم. اليوم مع وصفات والدتكم بهذه الوصفه، يعني كانما كباب لكن بطريقه مختلفه. تقديم رائع وبنت وبنه. يلا تبعي معايا الاخير تكتشفي الطريقه، سجليها رمضان، راكم صايمين تقدري تطبقيها. يلا تبعي الطريقه باش تشوفي كامل كيفاش حضرناها مع اليوم. اول حاجه بديت بها اني طيبت مرقه بيضه. شوفوا درت طرف تاع الدجاج الحميصه. المرقه البيضه شوفوا فاش جاتني خاثره، جات البنات بنينه عسل. درت لها حبه تاع بصل كبيره سكرفشتها، شويه تاع الحميصه طايبه، الملح، فلفل الكحل، نحب ندير فيها شويه تاع الكركم وشويه تاع القرفه. خليتهم تقلاو مليح، مرقت حتى طاب لي الدجاج. هو معنا هاد الخبيزات يعني تاع البطاطا راح نقدمهم مع هاد لاصوص. بالنسبه للخبيزات واش نحتاج يعني كفكره هايله رمضان مع ولادك، جاوك ضياف، تكوني وحدك وعلاش لا. هنا عندي كميه تاع البطاطا اللي كنت قليتها هكذا مربعات صغيره، صغريها، درت لها الملح وقليتها. راهي دوك واحد البطاطا راهي تتباع بيضه هايله. نزيد عليها كميه نتاع المعدنوس، نزيد عليهم كميه نتاع الفرماج رابي. يعني هذا الفرماج رابي اختياري، لكن لا درتيه راح يزيد لنا بنه على بنه. دوك انا في هذه الكميه راح ندير 2 بيضات كاملين. نخلط كل شيء ونشوف. يعني لازم يكون متجانس الخليط تاعنا بين البيض والبطاطا. هذاك هو راهو مليح. يعني درت حوالي 2 حبات بطاطا كبار. واش راح نتبلهم؟ ندير لهم فلفل الكحل فقط، مش راح ندير الملح لانه البطاطا قليتها بالملح. الفرماج يكفينا الملح هكذا باش ما يجيناش مالح. ها هو الخليط واجد معنا. انا نحكم مقله، حكمت انا تاع الكخاف. ديري اي مقله تكون عندك هكذا اللي تساعدني في الخدمه. ندهنها بشويه نتاع الزيت. ندهن المقله تاعنا بشويه نتاع الزيت. انا هنا فقط عندي مول واحد هاد لي كادر، الا كانوا عندك بزاف احسن، وعندي شويه كبير الا عندك صغار ديريهم يجوا بزاف شابين. اذا بهذه الطريقه كما رانا نشوفوا نعمر المول تاعنا بالخليط تاع البطاطا اللي كنت جهزته. اذا نعمر. دوك انا الافراد العائله تاعي قليله، دوك الا كنتو في بزاف زيدي البطاطا تطري شويه. اذا نديرها هكذا على حساب السرسو اللي عندي. تقدري مام تحشيهم فرماج، يعني انا نعطيك الفكره وانتي ديري واش حبيتي. فقط هنا عندي المول انا كبير، اذا نديرو هكذا متساوي. نخليها طيب من التحت على نار متوسطه. اذا هنا بعد ما خليتها حتى شد روحها، يعني ما فيهاش فيها غير البيض، نجرب كيفاش نقلبها الجهه الاخرى بهذه الطريقه. النار تكون قليله هكذا باش نسمحوا لهذاك البيض اللي لداخل يطيب. دوك انا شوفوا المول تاعي شحال عريض. هذه الحبه قادره كي نجي حنقدمها نقسمها على 2، الا كانوا صغار ديريهم هكذا مدورين في البلاطو تاعك يجي الشكل تاعهم بزاف شباب. اذا ها هي معنا، بقيت نقلب فيها حتى طابت. يعني انت ديري الموس الا ستي البيض مازال خضر، نقصي النار تماما حتى طيب لك. اذا نحيها هكذا، شوفوا كيفاش طابت لنا. اذا نحيها هكذا بالموس، راهي مازالت سخونه صاير داير. اذا هو معنا نحيه. شوفوا كيفاش طابت يعني من في التقديم جينا بزاف شابه. زيد نطيب الكميه اللي بقات لي بنفس الطريقه. اذا هنا بعد ما طابوا انا درت 3 كبار. نتيا ديري كيما حبيتي. الا عندك المول صغار يجوا صغار يجوا احسن. انا بما انه كبار راح نقسم الحبه على 2 بهذه الطريقه. يعني كباب لكن بطريقه مختلفه شويه. ها هو معنا، شوفوا معنا كيفاش يجوا. هادو راح نزين بهم الطبق نتاعنا. اذا نبدا نسربي في الوصفه تاع النهار اليوم. ندير اول حاجه ندير هذيك لاصوص اللي طيبتها بالحميصه. شوفوا كيفاش جات خاثره وبنينه. اذا نديرها هكذا في الوسط. نزيد عليه الطرف تاع الدجاج اللي كنت حمرتهم بشويه نتاع الزبده. انا من النوع اللي نحب الدجاج طايب زبده. يعني شكون كيما انا تخلي لي كومونتير. ما نحبش الدجاج يكون خاصو طياب، نحبو طايب. اذا
كيما هذا اليوم يعني درتو غير هنا وليداتي، وحبيت نعطيكم فكره فقط. مام يجوك الضياف ويجيك ما شاء الله. من بعد ما حطيت الدجاج في الوسط ندير هذاك البطاطا اللي كنت قليتها هكذا براج براج، نشبح بها الطبق تاعنا. يلا البنات واش رايكم في الفكره نتاع نهار اليوم؟ ها هو معنا لاحظوا جا ولا اروح. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. في الاخير درت لها شويه نتاع المعدنوس، شبحتها بشويه نتاع القارص، تقدري ما نتاع عصري، كاين اللي يحبوا الماكله تاع القارص. شوفوا هذيك المريقه كيفاش جاتنا رائعه. هذوك الخبيزات ولا اروع. هكذا كي تجي تاكلي، كاين اللي يحبوا ياكلوهم ناشفين، خليهم ناشفين، يحبوهم اون صوص قدميهم كما قدمتهم نهار اليوم. يلا جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.